السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الفل، مساء العنبر على أحلى متابعين في الدنيا. النهاردة بقى عاملة لكم كده جلاش بطريقة جميلة، صنف حلو كده وتحفة زي ما انتم شايفين كده. حاجة جميلة وسهلة خالص ومش مكلفة، من أقل إمكانيات. هنعمله الصينية الحلوة الجميلة القمر ديت من أقل إمكانيات زي ما انتم شايفين كده. بصوا الشكل بقى، الطريقة بقى معانا وزقناها السيرم كده أو الشربات بتاعنا. دلوقتي بقى نشوف الطريقة مع بعض. شايفين طلعت قطعة منها كده جميلة يا جماعة ومش مكلفة وحلوة جدا، يعني طريقتها جميلة. أول حاجة نقوله بسم الله. هنعمله بقى السيرم بتاعنا أو الشربات. معانا كده كوبايتين سكر زي ما انتوا شايفين حطيناهم كده، وعليهم ايه الكوبايتين المية بتوعنا الجمال دولت. وهنحطوا بقى ايه عصرة ليمون وشوية فانيليا، يدوا طعم كده. الريحة بتدي جميلة. بص الفانيليا دي بقى بتدينا للسيرم او الشربات ريحة جميلة، وبتخلي طعم الحلويات بتاعتنا طعمها جميل زي ما انتوا شايفين كده. حطيت عصرة ليمون كده زي ما انتوا شايفين، وهنحط ايه معلقتين كده عسل كلوكوز، عشان العسل الكلوكوز دوت بيساعد معانا على الشربات يتخن معانا بسرعة ويبقى جميل. بقى هندوبه كل الكلام الجميل ده مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. طبعا كده ايه خلصنا السيرم. هنسيبه بقى يغلي شو غلوتين، لان عليه بقى العسل الكلوكوز ما بيقعدش ياما على النار. يعني هو العسل الكلوكوز بيساعد على يخليه ايه يتخن معانا بسرعه. شايفين ما خدش غلوتين على بعض. هنا بقى معانا كده ايه السوداني الجميل المحمص ده. طبعا هو محمص وايه ومقشرينه كده زي ما انتم شايفين. هنلفه لفه بس كده بالكبه. هنا بقى عايزه اعمله ايه يبقى لون الفستق كده زي ما انتم شايفين. انا جايبه لون اخضر صحي كده من عند ملتزمات الحلواني. نقطه صغيره كده زي ما انتم شايفين بنحطها عليه، وهضربه بقى في الكبه. هيديني ايه اكني عامله ايه فستق. يعني دي الطريقه دي جميله، وهتطلع لك بقى ايه الشكل جميل، واكنك عاملاه بفستق بالظبط زي ما انت شايفه كده. له حبة صغيرين من اللون ايه الصحي دوت اللي هو عند ملتزمات الحلواني. هنا بقى هنديله فرمة كده يا دوبك لفتين كده، عشان يبقى ايه يبقى حتت صغيرة معانا. شايفين اللون بقى عززنا اللون بتاعه بقى جميل اللون كده وعامل زي ايه زي الفستق. هنا بقى هنعمله بقى الصينية دي جميلة يا جماعة. الجلاش دي سهلة خالص، وجاي لنا رمضان كل سنة وانتم طيبين. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله. يجعله مبارك علينا بإذن الله، وربنا يكرمنا جميعا. هنا بقى معانا الزبدة كده. عندك سمنة عندك زبدة، المادة الدهنية اللي موجودة عندك. هندهن الصينية بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين كده، تدينها حلو من الجناب كده ومن قعرها. وهنحط بقى ايه الجلاش كده. بص انا عندي الصينية دي خدت ورقة الجلاش حلوة مرتاحة. يعني لو ما عندكيش صينية كبيرة عادي ممكن تقسميه على اتنين او على تلات ارباع على حسب الصينية بتاعتك. انا بقى دي الصينية الكبيرة بتاعتي دي خدت كده زي ما انتم شايفين. هدهن طبعا بالفرشة الزبدة كده. الطريقة دي جميلة وطلعت تحفة، اكنك جايباه من عند اجدع حلواني بصراحة، ومش مكلفة. يعني نص كيلو الجلاش عمل لي صينية جميلة قمر زي ما انتوا هتشوفوها بعد دلوقتي اما تتعمل. صينية جميلة يعني تكفي الأسرة كلها، وحاجة حلوة عملتيها لولادك. وشايفين عززنا اللون كده السوداني، عطينا له شكل كده جميل اكنه فستق، وطريقة سهلة وبسيطة ومفيهاش اي افتكاسات يعني. هنا بقى نحط برضو كده نحاول نظبطه كده راق وراق كده، والزبدة بتاعتنا لغاية ما نخلصوا ايه كده. يعني كل راقين كده جلاش نحطوا حبة ايه سوداني معانا. او الطريقة سهلة وبسيطة خالص. وصلتي معايا كده يا حبيبة قلبي؟ حطي لي اللايك. ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، ويخليكم ليا يا رب، ومن دعمكم ليا لماما ليلى كده وربنا يدومكم نعمة في حياتي، عشان انا قناتي انتوا اللي هتكبروها لي ان شاء الله. لان لو قناتي كبرت انتوا اللي هتبقوا مكبرتوها. فان شاء الله كده ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا يا حبايبي، ولا من واللي دخلوا معايا جديد ربنا يكرمهم يا رب وما يحرمنيش منهم برضو، واللي هم معايا من الاول. هنا بقى شايفين كده هنفضلوا كده ايه نحط طبقة وطبقة سوداني، طبقة جلاش وطبقة سوداني. الطريقة دي جميلة وجربوها كده هتعجبكم. وادينا نوعنا وعطينا للسوداني كده اللون اللي هو بتاع الفستق ده جميل، وهتبقى الصينية معانا زي العسل.
هتبقى عملتي لولادك صينية كده، صينية جلاش من أقل إمكانيات. يعني من أقل إمكانيات بنعمله حاجات حلوة في لولادنا، بدل ما تشتري بقى من بره بالغالي. لا احنا عملنا بص في البيت، وعملنا حاجة زي اللي الحلواني بيبيعها. ما هو الحلواني اللي بيبيع الجلاش كده، بيحط عليه السوداني كده، بيحط عليه نقطة اللون الصحي دي برضو كده، ويديك اللون ده كان جميل أكنك عاملاها بفستق بالظبط. بس الطريقة جميلة. وبعدين الرق ورق دي برضو بتديلها طبقة كده، بتبقى جميلة ومورقة وحلوة. وزي ما انتوا شايفين كده، امشي بس على الخطوات دي هتطلعي احلى صينية جلاش. هنا طبعا كان السيرم بقى خلاص، طفيت عليه بقى غلوتين وطفيت عليه وسبته بقى ايه يبرد. هنا بقى عما تستوى الصينية بتاعتي الجميلة دي القمر دي، هيكون السيرم بتاعي بقى برد او الشربات، عشان نزقوه بيها. طبعا هنا انا هنقطعها طبعا كده مكعبات، يعني على حسب ما انت عايزة. عايزة تقطعيها مكعبات صغيرة، مربعات صغيرة، عايزة تقطعيها مربعات كبيرة، طبعا دي حاجة بتاعتك انت. بس انا بقى، انا الطريقة اللي هعملها بيها دي يا جماعة طلعت جميلة الحقيقة. لو جربتيها هتعمليها على طول، يعني لو جربتي الطريقة دي، لان مش مكلفة وسهلة خالص وبسيطة زي ما انت شايفة. عملنا احلى صينية جلاش بالسوداني كده، وحطينا له اللون الصحي دوت، وعملنا ايه اكنها بالفستق بالظبط. وما غيرتش طعم السوداني، طبعا السوداني بتاعي محمص وجميل، يعني طعمه انا بجيبه، بقول اللي بجيب منه السوداني بقول له انا عايزاه محمص ومن غير ملح. فبصراحة بيبقى جميل طازة كده وريحته تحفة. هنا بقى دهنت الوش معانا الزبدة كده زي ما انتم شايفين، هندخلوها على درجة حرارة 180. بس هنا بقى قبل ما ادخلها بقى الفرن، هقطعها كده ايه مربعات صغيرة كده، زي اللي بتجيبيها جاهزة من بره. شايفين؟ قطعي مكعبات صغيرة بحيث ايه تحسي ايه اكنك جايباها من محلات بالظبط، اكبر محل كده حلويات بتجيبي منه الجلاش كده، يبقى جميل قوي. طبعا دي معمولة بطريقة زي ما انتم شفتوها جميلة كده. وتغيير بقى يا جماعة، لان احنا ولادنا محتاجين برضو حاجات حلوة، وفي الشتاء ده. هنقطعها بقى كده زي ما انتم شايفين المكعبات كده كلها مربعات. ليه بقى الطريقة دي حلوة قوي؟ لما بتستوى بقى بتيجي تزقيها الشربات، بتشرب بقى معاكي الشربات كده، وبتبقى مورقة وجميلة. واحنا طبعا حاطين طبقة الزبدة وطبقة السوداني، فعطينا ايه، عطينا بقى التوريقة الجميلة دي. عارفين التوريقة اللي بتشتريها جاهزة من بره؟ اهو بصوا كده هندخلوها بقى الفرن. هنا بصوا حطيتها بقى بعد ما اتحمرت من تحت، حطيتها تحت الشواية، عطتني اللون ده. والسيرم شايفين السيرم؟ السيرم كده مش الخفيف قوي، لا الحلو يعني مش تخين ولا خفيف. شايفين السمك بتاعه جميل. هنا نزقوا بقى الشربات، نزقوها كلها الشربات بتاعتنا، بتشرب الشربات جميلة بسرعة وتحفة. يا جماعة شموا ريحة بقى معايا، الله بقى على الريحة اللي طالعة منها، تحفة تحفة تحفة. هنا بقى زقتها السيرم بتاعنا كده او الشربات زي ما بقول لكم كده. شايفين الجمال بقى كده؟ منظرها بقى تقولي عليها بغاشة يا جماعة، عاملة زي البغاشة مش الجلاش كمان. شايفين المنظر بيعبر عن نفسه يا جماعة. طريقة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وهتعملي أحلى جلاش. شايفين بقى؟ طلعت لكم قطعة زي ما انتم شايفين كده. لو عجبكم الفيديو إن شاء الله حطوا لي اللايك وقولوا لي إيه رأيكم بقى في الجلاش ده.